وإياكم إلى كلمة ترحيبية يلقيها على مسامعكم أحد المشاركين في الدورة الأخ يحيى صلاح، فليتفضل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. في البداية نرحب بضيوفنا الكرام ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. نرحب بالأخ الدكتور عبد العزيز محمد الحاج مدير عام صندوق تنمية المهارات، والأخ عماد علي صغير العماري نائب مدير عام التدريب بصندوق تنمية المهارات. كما نرحب بالأخ الأستاذ القدير محمد زيد المحطوري مدير عام مؤسسة إيلاف للتدريب والاستشارات، والمهندس عمار علي العماري. ونرحب بالأخ علي الحاج ضيف الشرف، ونرحب بالضيف الكبير مدير عام المديرية الأخ العقيد حميد الرضمي. كما نرحب بالشيخ مجاهد النويرة، ونرحب بالشيخ محمد مطير والأستاذ محمد الشومي. ونرحب بجميع من حضر ونقول لهم مدير عام المديرية ونرحب بجميع من حضر ونقول لهم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. حياكم الله ضيوفنا أعزاء، تجشمتم عناء السفر لمشاركتنا حفلنا المتواضع، فلكم جزيل الشكر. وأتقدم باسمي ونيابة عن كل المشاركين والمشاركات في هذه الدورة والدورة السابقة، وباسم كل أهالي عزلة بني عمارة، نقدم الشكر الجزيل والامتنان لصندوق تنمية المهارات متمثلا بالمدير العام الدكتور عبد العزيز محمد الحاج. كما نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمؤسسة إيلاف المؤسسة الأخ الأستاذ محمد زيد المحطوري على تقديم لنا هذه الدورة التدريبية الإسعافات الأولية. تأتي أهمية هذه الدورة من أهمية موضوعها، وهو الحفاظ على حياة الإنسان، وقد أولى الإسلام هذه القضية اهتماما عظيما، فجعلها أولى الأولويات بعد الدين، وجعلها من أقدس المقدسات، وجعل الاعتداء عليها جرما لا يساويه الاعتداء على البيت الحرام. وتزيد أهمية هذه الدورة أن أهلك الحرث والنسل وقتل النساء والأطفال وجرح وأحرق وهجر ودمر وعاث فسادا، فكانت الحاجة شديدة وملحة لمثل هذه الدورات. كما أن مما يزيد أهمية إقامتها في هذه العزلة والتي تفتقد إلى المنشآت الطبية والرعاية الصحية، وتتصف بما قد رأيتموه من وعورة الطرق وبعدها عن المدن التي توجد فيها الخدمات الصحية. كما تتميز قراها المتناثرة بكثافة السكانية العالية وبغياب الوعي والتثقيف الصحي، وقد حصلت حوادث كارثية بسبب ذلك. المصابين والمرضى مرضا مفاجئا للحفاظ على حياتهم ومساعدتهم حتى الشفاء أو الوصول إلى المستشفيات المختصة. وقد قام المدربين الأفاضل بتدريبنا على تقديم الإسعافات الأولية، وأصبح في استطاعتنا التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إسعافات أولية كالحروق والجروح والكسور وحوادث الغرق والاختناق والتسمم والصدمات وغيرها. واكتسبنا مهارات عدة كالمجارحة والإنعاش وقياس الضغط والنبض ودرجة الحرارة وغيرها من المهارات. وأصبح لدينا الوعي والتثقيف الصحي الذي يجعلنا نحافظ على سلامة المصاب ونتجنب الأخطاء والحوادث والأخطار والمضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها. وهذا إنما تحقق بدعمكم وجهد المدربين الذين تفانوا ولم يعلوا جهدا لتحقيق هذه النتائج، فقد عملوا فترتين صباحية ومسائية لمدة 8 ساعات، وهم وقوفا حرصا على تغطية العدد كاملا، وحرصا على إعطائنا المعلومات الكافية والتدريب الشامل. وزيادة على ذلك دربونا حتى على تقديم الرعاية الصحية المنزلية، وأعطونا الوعي والتثقيف الصحي
الصحي الذي يجعل كل فرد منا فاعل في وطنه عموما وفي قريته وحارته التي يعيش فيها خصوصا، وينشر الوعي الصحي في أوساط مجتمعه. فنشكر الإخوة المدربين متمثلين بالدكتور عماد يحيى محمد إسماعيل والدكتور عمر يحيى محمد إسماعيل والدكتورة خديجة حسن أحمد الولية. فنشكرهم الشكر الجزيل، وشكرنا موصول للجميع ضيوفا ومدربين وحضور، والمعذرة على التقصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاضرون جميعا، ضيوفنا الأكارم، نسمع دائما تلك المقولة المشهورة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرف قدرها إلا المرضى. الحفل الكريم تشاهدون الآن فقرة إسعافية تجسد تلك المقولة، فليتفضلوا. معلومات موصولة بالإضافة. ألو، السلام عليكم. كيف عبد الله؟ معنا أحد المواطنين أخي للتطوع. هذا الآن في مدرسة الشهيد العرابي. ما نسوي المسؤول اللي ما نسوي له. يلا طيب. حياك الله، مع السلامة. حياكم الله. لا قال لك المسعف نخليه في الحاجة ما هو عليه إلى أن يأتي، ونربط على بعد 5 سم من المحل اللي بصراحة. وانا معي شخص اعرفه بتصل عليه. محمد يعقوب، معنا واحد يتغلق. لو سمحت تعال تسولف احنا في المدرسة. قل لا يقطب، انا رجلي كسر. يلا اسرع. أي كذا أي كذا. سلامات سلامات سلامات. ايش سلامات ان شاء الله ما في شيء. وربطنا زي ما قلت لنا عليه في العصر الحمد لله. اسرع اسرع يا دكتور اسرع. ما عاد الربط هذا نحن اثنين الضبط على اساس لا ينتشر الشوط الى مجال الهويه السمويه. مشاهدينا علي. هذا الرباط الثاني على اساس لا ينتشر السم داخل الاوعيه الدمويه. لازم في المرابيع. لابد من هذا الشيء. لا اله الا الله. خلاص مربوط ما يجري على اي شيء. نوبلك مشمت. عارض ينشبر هذا. لا تأخر شيء. الدوري الكرداي هذا شريط معقم. لا يستمر جاي. مش معقم، هذا عندك بالشم والملوث، هذا معقم وصحي ان شاء الله. الله طورنا. ضروري هذا الدورة ناخذها ونتعلم على اساس نعلم اولادنا واجيالنا. ايوه. الجنب الثاني. بس حبل حاصل.
نعمل الآن شق أو شق طولي على أساس أنه يخرج السم من هذه المنطقة. ما سويته. عملية كشف ومكان بضعة الأقعاء على أساس يخرج السم مع الدم لكي لا يطلع إلى الأوعية الدموية ويسبب لنا اختلاف داخل الأوعية الدموية. تم بالعضو المصاب تم بإعطاء الدواء الذي يمنع الصعقة. تماما. الآن نحن نعمل على خروج الدم الذي ملوث بالسم الأصعد لكي لا ينتشر داخل الأوعية الدموية ويعمل على تخدرات واختراق كريات الدم الحمراء ويصل السم إلى القلب ثم بعد ذلك إلى الجهاز العصبي ويعمل أو يحدث له صدمة ويدخل في غيبوبة ويفقد الوعي. ما فعلنا شو ساعتي دواء الهيدروكورتيزون لكي يوسع الشعب الهوائية ومنع حصول الدم للأوعية الدموية. وساعتي إبرة ديكساميثازون لكي يمنع التحسس بالمصاب وتساعد على تنمية مجرى الهواء. أسوي يا دكتور مجبور تعمل مرابط هذا عشان السم لا يطلع. نحن الآن على أساس يرجع الدم لكي يعوض أو يغذي الأطراف السفلية بسبب الغضارين الغازية التي تعمل على إعدام أو تلف الأنسجة التي الأسفل لكي لا تقوم بفترة أو شيء من تغذية على أساس تغذية الدم المحمل بالأكسجين والغذاء. وهذا الفتاح او الرباط لابد ان نفتحها لمده 15 ثانيه ثم بعد ذلك نرجع نربطها من جديد. نحسب لها 15 ثانيه بعد ذلك نعمل الرباط من اول جديد على اساس لا يطلع الدم محملا بالسم الى داخل الاوعيه الدمويه ثم بعد ذلك يسبب تحضر او تكسر بخلايا الدم الحمراء ومما ياتي الى الوفاه. نربط من جديد 15 ثانيه انتهت نربط من جديد وهكذا. نستمر في الربط لمده 20 دقيقه. بعد 20 دقيقة نفتح أيضا 15 ثانية مرة أخرى على أساس يغذي الدم في الأطراف السفلية لكي لا يحدث عنده غرغرينة الغازية التي تؤدي إلى برد وضعف الأنسجة. أنا عطش. لا تسكتوا سلعتي المصراين التعويض السائل عبد الوريد. ايوه بالمدرسه. فين تعلمت يا دكتور؟ فين درستوا؟ فين الحين هذا؟ أخذنا دورات تدريبية في هذه الأسرة برعاية صندوق المهاري الفنية بطلاب أو دكاترة نزلوا عندنا من مؤسسة العمارة يعملون تدريب وتأهيل الطلاب على أساس يكونوا مسؤولين أوليا عبر مؤسسات العلاج التنمية الصحية والاستشارة. كيف لقيت؟ بعد هذا نخص المريض لأنه بردان لازم التدفين بالبطانية ثم بعد ذلك نقوم بنقله إلى أقرب مستشفى لكي نعطي مصل ضد التسمم الذي دخل داخل جسمه لكي يعمل على كسر وقيد هذا السم. مبروك. ما ادري ما خلاص. لازم نشارك ستارة يا أبا. لا إله إلا الله. نشكر الإخوة على تجسيد هذا الموقف الذي يدل على مدى أهمية الإسعافات الأولية وتقديم الخدمة أو الرعاية الأولية حتى يتم الوصول نقل المصاب إلى المستشفى كإسعاف أولي. الحفل
النويرة علي عامر منصور إسماعيل فليتفضل. يا مرحبا يا مرحبا أهلا بمن أتى بمن أتى أهلا أهلا يا مرحبا يا مرحبا أهلا أهلا بمن أتى بمن أتى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا دي أجمل التحايا معطرة يا سمين ونرحب بمن أتانا يا مرحبا يا حاضرين نهدي أجمل التحايا معطرة يا سمين ونرحب بمن أتانا يا مرحبا يا حاضرين يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أهلا يا مرحبا يا مرحبا أهلا بمن أتى بمن أتى أهلا أهلا يا مرحبا يا مرحبا أهلا أهلا بمن أتى بمن أتى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا عادت من القلوب عدا على حمل اللواء نسعى إلى كل الدروب يا مرحبا يا مرحبا عادت من القلوب عدا على حمل اللواء نسعى